بالتأكيد الوقت اللي احنا فيه ده هو وقت الاي اي او الذكاء الاصطناعي بامتياز. هو الترند دلوقتي وهو اللي مسيطر على كل حاجة. تفتح الفيسبوك تبص تلاقي معظم البوستات اللي انت بتشوفها بتتكلم عن الذكاء الصناعي، ناس بتشكر فيه وناس بتكرهه، ونفس الورقة تقريبا في كل حتة في الانترنت. وعشان انت كمان تقدر تستفيد من الذكاء الصناعي، فانا في الفيديو ده ان شاء الله هحاول اجيب لك خدمات ومواقع تقدر ان هي تفيدك وتعمل بقى شغل عن طريق الذكاء الصناعي، وهتفيدك جدا وممكن بذكائك وبدماغك تعمل من خلالها فلوس كمان. بلاش نتكلم كتير وخلينا ندخل في الموضوع على طول. اول موقع معانا وهو تشات جي بي تي، واللي بالتاكيد اكيد معظمنا عارفه، بس لو انت ما كنتش تعرفه فخلينا اقول لك ايه هو تشات جي بي تي بكل بساطه. هو عباره عن تشات تقدر ان انت تتكلم معاه والذكاء الصناعي هو اللي هيرد عليك، بس في شويه حاجات بتميزه، زي ان انت وانت بتتكلم معاه بتحس ان بني ادم هو اللي بيكلمك، مش بتحس ان آلة هي اللي بتكلمك. وكمان تقدر ان انت تساله على حاجه كنتوا اتكلمتوا عليها بدري في المحادثه ويجاوبك عليها عادي خالص. ده غير ان هو يقدر يكتب لك اكواد ويحل لك مسائل. ده غير ان انت لو كنت طالب تقدر تستغله احسن استغلال ممكن. تقدر مثلا لو في جزئيه انت مش فاهمها في ماده معينه تطلب منه ان هو يشرحها لك بكل بساطه وهيشرحها لك، وتقدر ان انت تتناقش معاه وتتكلم معاه في الشرح ولا كأنه مدرس قاعد معاك بالظبط. تاني خدمة معانا هي ميد جورني او بينج ايمج كرييتور. الاتنين دول شبه بعض بالظبط، وفي خدمات تانية شبههم. فكرتها بكل بساطة ان انت بتكتب نص معين وهو بيحول لك الكلام اللي انت بتكتبه لصورة. يعني مثلا تقدر ان انت تقول له ارسم لي صورة للذكاء الصناعي وهو مسيطر على العالم وفي مباني متهدمة في الخلفية، وهيطلع لك صورة شبه كده. ودي بعض الصور اللي انا عملتها عن طريق الذكاء الصناعي باستخدام خدمة بينج ايمج كرييتور، وانت كمان تقدر تستخدمها لانها خدمة مجانية وحقيقي هتنبهر بامكانياتها. تالت خدمة معانا وهي durable.co. لو دخلت على الموقع ده دلوقتي فهو هيعمل لك موقع في خلال 30 ثانية، وتقدر ان انت تخصص الموقع ده بالالوان اللي انت بتحبها وبالسمات اللي انت بتحبها. رابع موقع معانا وهو voice.ai. الموقع ده عبقري، تقدر ان انت من خلاله تغير صوتك لاي صوت انت عايزه. تقدر تحوله لصوت روبوت مثلا، او تقدر تحوله لصوت كائن فضائي، والمميز فيه ان انت تقدر تحوله لصوت شخصيات مشهورة زي ايلون ماسك مثلا او دونالد ترامب. الموقع اللي بعد كده هو runway ML. الموقع ده بكل بساطة بيدي لك خدمات كتيرة تقدر ان انت تستخدمها، زي خدمة مثلا ان انت تعدل على صورة معينة. فمثلا تقدر ان انت ترفع له الصورة بتاعتك وتطلب منه ان هو يضيف لك نظارة شمس، او تطلب منه مثلا ان هو يضيف لك كاب، او تقدر من خلاله ان انت تلون الصور اللي بالابيض واسود عندك. ويقدر كمان الموقع ده يعمل زوم لصورة ويكبرها 8 اضعاف حجمها الطبيعي من غير ما يفقد جودتها، لان الذكاء الصناعي بيحسن الصورة وبيخليها كأن هي صورة متاخدة بجودة عالية. حقيقي الموقع ده بيقدم لك شوية خدمات جامدة جدا. والموقع اللي بعد كده هو الموقع اللي قدامكم ده stockimg.ai. والموقع ده بكل بساطة بيقدر ان هو يرسم لك لوجو، او يرسم لك رسمة، او يرسم لك بوستر، او يرسم لك حاجات كتير جدا انت عايزها عن طريق الذكاء الصناعي، بدل ما تروح تأجر حد او تطلب من حد ان هو يعمل لك لوجو وياخد منك فلوس قد كده. طبعا في مواقع تانية كتير جدا شغالة بالذكاء الصناعي وبتقدم خدمات قوية جدا جدا جدا، وانت ممكن ما تقدرش ان انت تتخيلها. لو انتوا حابين ان احنا نتكلم عن المواقع دي بشكل مفصل اكتر بعد كده عرفوني في الكومنتات. وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو عندكم اي سؤال او عندكم اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات. سلام.